السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم غاليط بمقادير جد بسيطة. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا قبيصة ديال الملحة، كاس ديال سنيدة، كأس من الزيت، معلقة كبيرة ديال العسل، 3 البيضات، فانيا، 2 خمارات او 2 اكياس من خميرة الحلويات، ونسكافيه للتزيين فقط. واحد القصيعه غندير البيض ديالي، اللي بغى يضاعف الكميه يضاعفها. انا فقط اكتفيت بهاد 3 البيضات، وما شاء الله راه غتخرج ليا كميه كبيره. هنا ضفت السكر او سنيده، وغادي ندمج هاد الخليط حتى ما تبقاش نهائيا دوك الحبيبات ديال السنيده باينين ليا في الخليط. وغادي نضيف معلقه كبيره من العسل. العسل هنا كيعطينا واحد المذاق رائع جدا، وكيعطينا حتى تحميره لهاد الكاليط من الداخل ديالو. كيجي فيه واحد المنظر لي زوين بزاف. اللي ما كتبغيش الحلاوه ممكن تنقص من الكميه ديال السنيده ودير معلقه كامله ديال العسل. غنضيف دابا الزيت، كاس. العبارات دائما بالكاس ديال العنبه الكبير. وغادي نضيف الملح، غادي نزيد ساشيه ديال الفاني حتى هي كتعطينا واحد المذاق رائع جدا. وغادي نضيف طحين اولا الدقيق على حساب الخليط اللي عندي. العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما في نفس الوقت ما تكونش مرخوفه اكثر من القياس. خليكم معايا باش نشوفوا القوام ديالها من بعد ما نجمعها ان شاء الله. وإلا وصلتي حتى لهنا خلي معك ابوني ولايك وبارطاج باش تستمر هاد القناه. راه دائما كنعطيكم وصفات سهله واقتصاديه بامتياز. نضيف الان الخميره الكيماويه، 2 ديال الساشيات. وغادي نكمل التخلاط ديال هاد غاليط ديالي. كما كتشوفوا هنا الخليط ديالي مازال مرخوف. غادي نضيف هذه راه الثانيه اللي غادي نضيفها. غنستمر على هذا الشكل، كنخوي داك الدقيق بشويه بشويه حتى كنحصل على هاد القوام هذا. دابا غادي ناخذ واحد زويته اللي غادي ندهن بها يدي باش نشكل هاد العجينه على شكل كرات. الكرات كيبقى لكم الاختيار، ممكن تشكلوهم كبار او صغار، يعني الحجم كيبقى اختياري. وغادي نوضعهم في الطاوه ديالنا حتى نشكل جميع الكرات. وعاد غادي ندوز ان شاء الله باش نكرس معكم هاد غاليط هذا. كاين اللي كيبغيه رقيق بزاف وكاين اللي كيبغيه موين. انا غادي نخليه موين فاش غادي نكرسو. كما كتلاحظوا معايا غادي نكرس غاليط ديالي بالاطراف ديال الاصابع كما كتلاحظوا. من غادي نكمل هاد المرحله غادي ناخذ واحد الزلافه اللي فيها بيضه وغادي نضيف ليها نسكافيه وغادي نطربها مزيان باش غادي ندهن بها هاد الكاليط ديالنا باش كيعطينا واحد اللون ذهبي. فاش كيطيب كيجي رائع لا في الشكل ولا في المذاق. الا جربتوه ما غاديش تندموا عليه بصفه نهائيه. ومن غير هذا الشيء كيجي سهل وسريع في التحضير. ممكن ديريه لضيوف الغفله اولا لوليداتك اللي كيمشيو للمدرسه وكيبغيو يديو الكوتي ديالهم كما كتلاحظوا معايا. من بعد ما غادي ندهن الطاوه ديالي كامله غادي ندوز باش ندير فيها واحد الخطوط باش نزينها. غادي ناخذ واحد العويد ديال كيردون وبه غادي نزين هاد غاليط ديالي. خليكم معايا باش تشوفوا التفاصيل كامله. التزيين ايضا كيبقى اختياري، ممكن تزينوها غير بالفرشات اولا ديروا فقط
بالسكين. انا هنا خديت كيردو، غادي ندير خطوط مائله وغادي نرجع العكس ديالها كما كتلاحظوا معايا. هنا شكلتهم على شكل معينات، هنا دابا غادي نشكل على شكل مربعات. غير لاحظوا معايا الطريقه راها بسيطه بزاف كما كتلاحظوا. غادي نستمر هكا حتى نزين الكاليت ديالي كامل، وغادي ندخلو يطيب على عافيه ما بين مهيله ومجهده. خليكم معايا باش غادي نوريكم العافيه ديالنا كيفاش تتكون. وهذه هي النار اللي غادي نطيب عليه الكاليت ديالي. وهنا من بعد ما طاب كنقول لكم بالصحه والراحه، هذا هو الشكل ديالو، شي زوين بزاف يستحق التجربه. نخليكم دمتم في راحه الله ورعايته.